ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقد أمر الله سبحانه النساء بالحجاب فقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الحجاب عفة، فقد جعل الله تعالى التزام الحجاب عنوانا العفة. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الإجاب طهارة. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الإجاب التقوى. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الحجاب إيمان، والله سبحانه وتعالى لم يقاتل بالحجاب إلا المؤمنات، فقد قال سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات. وقال الله عز وجل: ونساء المؤمنين. قبائح التبرج معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. التبرج باب الشر. التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت الآنوهن فإنهن ملوحشة. فإن المرأة عورة وكشف العورة فاحشة ومقت. قال تعالى: وإذا فعلوه فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء والشيطان هو الذي يأمر بهذا الفاحشة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. التبرج باب الشر مستطير، ومنها تسهل معصية الزنا بالعين. قال عليه الصلاة والسلام: العينان زناهما النذر. فيا أختي المسلم، هل تدبرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ناهي الأذى عن الطريق المسلمين؟ فإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق من شهر الإيمان، فأيهما أشد شوكة؟ هجر في الطريق أم فتنة تفسد القلوب؟ بادري إلى طاعة الله وداعي أنت انتقاد الناس ولومهم، فحساب الله غدا أشد وأعظم. إن حسبت حقا فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. ماشي كبني يجون أمك. الله أكبر. بناتو رجولا. إيجا مريمي رب الرجالة إرجع بريدو مهمي ياچستو dubartoota islaamaatii dhaf barbaachistu tahe ija gadi qaba.